متعب بن فهد بن هذال العنزي، شيخ قبيلة عنزة، وهو عراقي وأحد أشهر الشيوخ في العراق وشبه الجزيرة العربية. متعب بن فهد بن عبد المحسن بن الحميدي بن عبد الله بن هذال العنزي. تولى الأمير متعب الهذال مشيخة قبيلته العمارات ككل وهو في عمر 19 عاما، ورغم صغر سن الأمير إلا أنه كان متمرسا في القيادة لوجوده في مدرسة والده الأمير فهد البيك. والسبب في تسلم المشيخة بهذا السن يعود لأنه استلم المشيخة أثناء إقامة الأمير فهد الهذال في تركيا، فتولى المشيخة على إثر وفاة أخيه الأكبر متعب. كان من حسن حظ الأمير محروت أنه قاد قبيلته في حياة والده البيك لمدة 10 سنوات، لأن والده كان يدربه عمليا وكان يرسل معه من الرجال ذوي الخبرة. تمتع الأمير متعب الهذال بمكانة رفيعة المستوى، لأنه كان بين قلة من شيوخ البدو طامحا للزعامة، ولأنه كان مؤهلا في كثير من أمور العشائر الصحراوية، فقد عرف بقراراته الصارمة إذا التزم أن يحل مشكلة في الفصول العشائرية، كما عرف بحكمته رغم علو قوته وشجاعته المقرونة أحيانا بالمغامرة. وكانت تقاطيع وجهه ترمز إلى صلابته، وكان صوته الجهوري يدل على حزمه وإقدامه. ومنذ شبابه ذاع اسمه في الدواوين، وجعلته القبائل البدوية أحد شيوخ يرجع إليهم في المرافعات العشائرية. وقد جاء ذكر الأمير متعب الهذال في كتاب الكويت وجاراتها لديكسون، وقد أورد أن العمارات أبرز شيوخها فهد الهذال، وعندما توفي خلفه ابنه محروت الهذال، وآل الصباح وآل خليفة ينتمون للعمارات. والواقع أن الشيخ محروت يدعي أنه الرئيس الشرفي لهاتين الأسرتين، وقد ألمح إلى ذلك أثناء الزيارة الأخيرة التي قام بها الشيخ عبد الله الصباح إلى بغداد. وعندما حدثني سموه عن هذه الواقعة أضاف معلقا وقال ذلك بكل جدية، وهذا دليل كبير على قوة شوكة ونفوذ الأمير متعب الهذال وعلاقته القوية مع أبناء قبيلته أينما كانوا. متعب الهذال كانت علاقته بحكام وملوك دول الخليج متميزة، تعرف خلالها على الملك سعود والملك فيصل والشيخ أحمد الجابر الصباح والشيخ فهد السالم والشيخ عبد الله السالم، بالإضافة إلى أسرة آل خليفة. ويتعدى ذلك إلى أن العلاقة بين الأمير محروت والشيخ عجيل الياور شيخ مشايخ شمر علاقة مودة وألفة ولا أثر للتنافر. لقد كان الأمير متعب الهذال كريم الشمائل، كريم المائدة، وصاحب مواقف صلبة منحازة إلى العشائر الضعيفة وحمايتها من الغزو والثأر الجماعي، فارتفع إلى قلوبهم واعتبروه شيخا ومرجعا لهم عادلا صلبا في الحق. لا يخفى على الكثيرين اتساع أراضي وأملاك الأمير متعب الهذال، فهو يملك كثيرا من بساتين النخيل في الرزازة قرب كربلاء وخان البغدادي وغيرهما من مدن الفرات. بعد وفاة الشيخ متعب الهذال تولى المشيخة شقيقه الشيخ أبا متعب محروت الهذال. تعتبر صفة الكرم صفة طبيعية وعادية للأمير متعب، فالكرم اشتهرت به قبيلة عنزة قاطبة وغيرها من القبائل العربية، فليس غريب على الأمير متعب الهذال أن يكون كريما. ومما يعرف أن في منزل الأمير متعب بن هذال شخص مسؤول عن إعداد الولائم، وفي أغلب المناسبات يكون تقديم الطعام في الصحن ذي الحلقات ال4 الذي لا يستطيع حمله 12 رجلا أو أكثر، وهو موجود ويستعمل حتى الآن عند أسرة الهذال. وهناك قصة تدل على كرمه الشديد حين دعا الأمير متعب الهذال الملك سعود بن عبد العزيز أثناء زيارته للعراق إلى وليمة غداء، وكان الملك في زيارة للملك فيصل ملك العراق الذي أحضر معه لواء من الجيش رافقه إلى مضارب الأمير محروت، والذي بطبيعته استعد جيدا لواجب الضيافة، فأولم بعدد 200 رأس من الأغنام و8 رؤوس من الإبل احتفاء بضيفه الذي كان قد توجس أن المضيف لن يكون مستعدا لما فعله الملك فيصل وإحضاره للواء من الجيش يرافقه. لكن الملك سعود انطلقت أساريره حين عرف ما فعله صديقه الأمير محروت. وكثيرا ما تمر القوافل بعددها الهائل وتقيم تحت مظلة ضيافة وكرم الأمير متعب الهذال.